السادة القضاة، رؤساء لجان الإحصاء، والسادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك على اطلاعهم بدور حيوي خلال هذه المحطة، وكذلك كل العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية وبمصالح الإدارة الترابية والمصالح الأمنية بجميع مكوناتها على الدور الفعال والمجهودات التي بذلوها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وأعطيكم الآن آخر النتائج التي توصلنا بها. فمن أصل 31503 مقعد تم الحسم في 24386 مقعد، أي ما يعادل تقريبا 80% من المجموع. والنتائج جاءت كما يلي بالنسبة للأحزاب الثمانية الأولى. الأصالة والمعاصرة حصل على 5064 مقعدا، أي بنسبة 20.77%. العدالة والتنمية حصل على 4187 مقعدا، أي ما يعادل 17.17%. حزب الاستقلال الثالث حصل على 3924 مقعدا، أي بنسبة 16.09%. التجمع الوطني للأحرار 3343%، أي ما يعادل 13.71%. الحركة الشعبية 2300، أي ما يعادل 9.62%. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 2008 مقاعد، أي ما يعادل 8.23%. حزب التقدم والاشتراكية 1312 مقعدا، أي ما يعادل 5.38%. والاتحاد الدستوري ب 1124 مقعدا، أي ما يعادل 4.61%. ومن طبيعة الحال لا زلنا نتوصل بالنتائج الأخرى، خاصة ما يخص النتائج الجهوية. وكما تعلمون ففرز المجالس الجهوية يأتي بعد فرز الجماعات المحلية. إذا مازال ما عندناش النتائج اللي يمكن نقدموها في هذه الليلة، وستقدم إن شاء الله غدا في الصباح. أما نسبة المشاركة فهي 52.36%، وهي تقريبا نفس النسبة ديال 2009 اللي كانت في حدود كنظن 52.4%.